لك أن تتخيل إن الفيديو دوت بيتصور بكاميرا 8 ميجا بكسل. ازيكم؟ طبعا اللي عارفني زي ما قلت لكم قبل كده، هذا ليس بمحتواي الأساسي. أظن الخلفية اللي ورايا ممكن تقول إن محتواي الأساسي إيه هو. أنا بعمل المحتوى دوت عشان أفيدكم. أنا يكاد يكون المحتوى دوت مش أساسي بالنسبة لي، أنا بعمله كترفيه ومرجع ليا بعدين. فيديو النهاردة هو تخيل لك أن تتخيل إن الفيديو دوت بيتصور بكاميرا 8 ميجا بكسل بس. بصوره بكاميرا أمامية لتليفون 8 ميجا بكسل. 5 أشياء لازم تعملهم قبل ما تكون صانع محتوى، وهي الاهتمام بالكاميرا اللي قدامك. ازاي تستفاد بكاميرا 8 ميجا بكسل عشان تطلع الجودة اللي قدامك ديت. في بداية الفيديو متنساش الاشتراك واللايك وتسيب لي تعليق منك، ويلا بينا. زي ما قلت لك الكاميرا اللي انا بصور بيها ديت هي 8 ميجا بكسل. مرة حد من صحابي سألني هو انت الكاميرا اللي انت بتصور بيها ديت كاميرا بروفيشنال؟ قلت له لا، دي كاميرا 8 ميجا بكسل. قال لي ازاي يعني؟ ده انا 64 ميجا بكسل ومش عارف اطلع الجودة الى حد ما كويسة بتاعتك. طبعا في جودة احسن من كده بكتير، بس الفكرة ازاي تستفاد بالكاميرا الامامية بتاعة تليفونك. مرة من المرات واحد صاحبي، يعني معارف، واحد صاحبي آه سأل الدك ممدوح نصر الله انا هبتدي صناعة محتوى، فابتدي بكاميرا كام ميجا بكسل وهل اجيب تليفون؟ راح قال له لا، خليك على كاميرا الموبايل اللي معاك، لكن ما تصورش بالكاميرا الخلفية بتاعة موبايلك. حاول تتجنب الموضوع دوت، صور بالكاميرا الأمامية عشان تتابع رياكشن بتاع وشك. ميزة دكتور ممدوح نصر الله عشان يطلع الكلام بتلقائية ومباشر اللي هو بيتابع الرياكشن بتاعه. فالدك بتاع دك ممدوح نصر الله قال صور بالكاميرا الأمامية، فأنا أخدت المعلومة ديت. الحقيقة هو كان قالها لصاحبي مش قالها لي أنا شخصيا، فقالها لصاحبي. أخدت المعلومة ديت وبدأت تصوير بالكاميرا الأمامية. أول حاجة واجهتني كمشكلة جودة زي الزفت تماما، فقلت اللي أنا هعليها. طب أعليها بإيه؟ سر هذا الفيديو 5 أشياء هتعلي بيهم جودة التصوير عشان تصور بالكاميرا الأمامية، وهما هنعرفهم خلال الفيديو دوت. زي ما قلت لك متنساش الاشتراك واللايك والتعليق، ويلا بينا. رقم 1، الفيديو دوت أنا بصوره وقدامي كذا لمبة، هو يكاد يكون 3 لمبة ولمبة فرعية. أول لمبة اللي هي بصور بيهم هما 3. التلاتة من نوع ده. الكاميرا اللمبة ديت بيكاد يكون من 50 ل65 جنيه حاليا. فتخيل أنا بصور ب3 قدامي من ديت، 3 قدامي. كل فترة بحوش وأجيب واحدة قدامي عشان تكون الجودة كويسة لحد ما. فأنا بصور ب3 من دي. ده أولا. رقم 2، في حاجة اسمها رينج لايت. طبعا كل عارفها رينج لايت بالستاند. أنا جبت الرينج لايت وحطيته قدامي، هصور لكم ممكن حاجة حاجة وأعرضها قدامكم. جبت الرينج لايت دوت وحطيته قدامي مع ال3 من دول. ال3 من دول عاملين جودة رهيبة قدامي. في ناس هتقول لي جربتها وحطيتها قدامي وجعت عيني، انت مش قادر تستحمل ما تعملش محتوى. تمام. دايما صانع المحتوى بيستحمل المصاعب. عندك عمرو نصوحي لما بدأ كان بيعلق تليفونه على كتب. فانت استحمل الإضاءة ديت لو انت معكش تكلفة ان انت تجيب سوفت بوكس. مين معايا تكلفة لو يجيب سوفت بوكس في الوقت الحالي؟ فانا جايب 3 من ديت وقلت جبت رينج لايت هو اللي عامل الإضاءة. انا هوريك اختلاف كل حاجة. انا قلت لك استخدمت 3 من ديت مع الرينج لايت. تالت حاجة لازم تستخدمها وراك، لازم يكون في وراك إضاءة خافتة خفية. فانت تلاقي حاطط ورايا إضاءة خافتة من ديت، وهتلاقي ان انا حاطط اللي هو اللمبة دي اللي هو شريط ليد، وهتلاقي حاطط هنا ضوء ازرق. فلازم تستغل، لازم تعمل اضاءه خلفيه وراك بالوان بحيث ان هي تعزلك عن الخلفيه اللي وراك. رابع حاجه، لازم تكون الخلفيه اللي وراك بعيده عن اللون الاسود. للاسف اكبر غلطه عملتها في تصويري في محتواي الاساسي اللي انا بيضت اسود. ما تعملهاش. انا بقول لك زي ما بقول لك، ابعد عن اللون الاسود تماما. انا عالجت دوت. هتلاقي نفسك هتلاقيني حاطط تيشيرت، حاطط صور، حاطط اعلام، حاطط تيشيرت. فانا عالجت دوت بالموضوع، يعني فكره ايه، بالحاجات اللي حاططها ورايا. لكن موضوع الخلفيه السوداء مع كاميرا 8 ميجا بكسل سيئه تماما. اخيرا لازم حاجه تعملها، التيشيرت بيأثر على جوده البشره. فانت لو لابس تيشيرت كويس مع جوده بشرتك هتلاقي ان جوده التصوير كويسه. تعال نقارن كل حاجه. اولا خلينا نقفل الاضاءه الخلفيه اللي ورايا ونشوف الفرق. دلوقتي انت شايف الفرق ورايا، هتلاقي ان في ممكن ايه ظل حواليا مش احسن حاجه، جوده التصوير قلت شويه. تعال نجرب اللي انا اقفل الرينج لايت.
زي ما انت شايف هتلاقي ان النور اللي حوالين وشي والصفار اللي كان حوالين وشي راح تماما، وبرضو الظل ابتدى يظهر ورايا، وحركة الايد ابتدت ما تبقاش كويسة، وفي ظل بيظهر من نتيجة حركة الايد. تعال نجرب نقفل الثلاث لمض اللي انا قلت لك عليهم، اللي هما دول، اللي هي ديت. تعال نجرب نقفلهم ونشوف جودة التصوير هتبقى عاملة ازاي. اهلا بيك. زي ما انت شايف اهلا بيك في اللي مفيش اي لون. دي كاميرا ال 8 ميجا بكسل، ما بتظهرش في الضوء نهائيا. لو مفيش ضوء هي ما بتظهرش نهائيا. احب اقول لك ان انا في لمبه في اوضتي، ومع اللمبه اللي في اوضتي وكمان في فلاش ده جاي من الموبايل اهو، لو تبص هتلاقي في فلاش اهو، في فلاش جاي من الموبايل، لكن مفيش اي ضوء. خلينا نرجع عشان انا مش شايف حاجه، يعني مفيش كلام. انت شايف الجوده دلوقتي بقت عامله ازاي؟ فحافظ على جوده اللمبه اللي قدامك، حافظ على جودة الإضاءة، خليك ابتكر. لا، أحب أقول لك أنا كمية الابتكار اللي أنا عملته واكتشاف اللمض ديت مشوار طويل، فأنا حبيت إن أنا أقوله لك، وخبرتي وتجربتي هوريه لك. بص مبدئيا كده أنا أهو سحبت الموبايل، هوريك حاجة حاجة. أولا دي لمض الليد أهي، أنت شايفها. هوريك اللمض، بص اتفرج أهو، شايف 3 لمض والرينج لايت. بص معلق اللمبة ديت على إيه؟ على فازة البيت. بص بقى معلق اللمبتين دول على إيه؟ مش عارف هي باينة ولا لأ، بس هو إيه، حاجة زي اللي هي ايه الستاند دوت القديم. حاجة الستاند دوت باين كان ب30 جنيه. وفي الآخر هي دي الجودة اللي انت تقدر اللي انت تحصل عليها من اللمض وجودة الضوء ديت. لو عجبك الفيديو متنساش الاشتراك، وانك تسيب لي تعليق كويس واللايك. كان معاكم ابن رضا ميديا، والسلام.